تعال اقول لك على انسب لابتوب ممكن تستخدمه لو انت نازل مشوار في الحر اللي احنا فيه ده. لابتوب MSI Crosshair 17، وتحديدا قصدي على الموديل اللي اسمه HXAI D2XWGKG، واللي لونه كوزموس جراي مخلي شكله فانسي قوي، واللوجو بتلمع لمعان حلو جدا لما الاضاءه تيجي عليها. وتحت على اليمين هتلاقي باترن لذيذ وبيلمع برضه بيحسسك ان اللابتوب ده جاي من عالم سايبر بانك. الشاشه جودتها IPS ليفل و17 بوصه، وبتيجي بريزولوشن QHD بلس، والفريم ريت بتاعها بيوصل ل 240 هرتز، واللي هينفعك جدا لو انت كومبيتيتيف جيمر بيفرق معاك كل فريم. قوه سطوع الشاشه بتوصل ل 400 نتس، ولما جربت انزل تحت الشمس دايركت اللي اشعتها كانت ضاربه في الشاشه، لقيت نفسي لسه شايف كويس لما كنت بجرب اكتب حاجه او اتفرج على فيديو. واحلى حاجه انها كانت انتي جلير كمان، وما كانتش بتعكس ضوء الشمس، وعشان كده كنت لسه شايف، بس طبعا بتبقى واضحه اكتر لو قعدت اندور او بالليل. اللابتوب فيه كيبورد بينور RGB، ممكن تعدل الوانه براحتك عن طريق ابلكيشن MSI Center، وتجربه الكتابه عليه والضغط على الزراير كانت لذيذه جدا. وكمان في ويب كام ومعاها شطر تقدر تقفله عشان البرايفسي، وجودتها 720p، وبتبقى مناسبه للزوم كولز او الميتنجز. ايه ده؟ هو ده MSI Crosshair الجديد؟ ايوه. وبما انه لابتوب جيمنج فبيجي بكارت شاشه RTX 5070 8 جيجا بايت GDDR7، وبروسيسور الترا 9 275 HX مع رامات 16 جيجا بايت GDDR5، ومساحه داخليه 1 تيرا SSD Gen 4، واللي هيخليه يسد كويس في الجيمنج او لو عايز تمنتج فيديوهات. وزنه 2.8 كيلو، واللي يعتبر تقيل شويه، بس ده لسبب لان التبريد بتاعه حلو جدا، وفيه اكتر من فتحه تهويه بتساعد انها تطرد الهواء السخن بكل سهوله. هتلاقي قاعده اللابتوب فيها فتحتين انتيك، اما بالنسبه للاكزوست هتلاقي ورا اللابتوب فيه فتحتين تهويه، وجنبهم بورت USB 3 تايب A، بورت HDMI 2.1، مدخل ايثرنت، وفتحه الشاحن. على جنب اللابتوب الشمال في فتحه تهويه برضو جنبها بورت ثاندربولت وبورت USB 3 تايب A، وعلى جنب اللابتوب اليمين في فتحه تهويه كمان مع بورت USB 3 تايب A تالت ومدخل سماعات، اللي مكانه مش احسن حاجه عشان هو ناحيه الماوس وانت بتلعب، فلو لابس سماعه بسلك ممكن ايدك تخبط في السلك كذا مره، فالسماعه الوايرلس اوبشن احسن. بس لو حصل ونزلت في يوم حر مش هتشغل بالك بدرجه حراره اللابتوب، لان بكل فتحات التهويه دي التبريد هيقوم بالواجب. واحلى حاجه في الموضوع ان اللابتوب بيقلب صينيه.